راكب مركب وطايره على كوبري اكتوبر، ماسك ايس كريم ملوخيه على الكورنيش، بتتجوز اجمل ممثله في العالم. كل دي شويه احلام بتجيلك في المنام، منها الجميل ومنها الغريب ومنها المخيف. هل فكرت ليه احنا بنحلم؟ خليني بس في الاول اقول لك تعريف الحلم هو سلسلة من التخيلات اللي بتحصل وقت النوم، وبتختلف عن بعض في مدى تماسكها أو منطقيتها. بس قبل ما نتكلم عن الأحلام وعلشان تفهم الموضوع، خليني الأول أكلمك عن مراحل النوم. أول مرحلة الغفوة، ودي بتستمر من دقيقة ل5 دقايق تقريبا. وبالرغم من أنشطة المخ تبتدي ترتاح، الجسم ما بيكونش مرتاح بالشكل الكافي، وفي المرحلة دي ممكن تصحي الشخص اللي نايم بس يا رب ما يضربك. تاني مرحلة بيبتدي فيها جسمك يرتاح شوية بشوية، وعضلاتك تبتدي تريح وتنتخ. كمان درجة حرارة الجسم بتبتدي تقل بالتدريج، حتى قلبك ونفسك بيبتدوا يهدوا حبة حبة. لكن المخ بيبتدي يدي حاجات كده بيخلي الجسم يقاوم اي حاجة بتحاول تصحيه. وعموما المرحلة دي بتبقى من 10 ل 25 دقيقة تقريبا. ثالث مرحلة ورابع مرحلة اللي هما بيجوا مع بعض، الاتنين على بعض اسمهم مرحلة النوم العميق. ودي بيكون صعب فيها شوية ان انت تصحي الانسان اللي نايم، وكمان جسمه بيكون هادي ومرتاح، والمخ بيبتدي يدي كده اشارات اسمها موجات دلتا. والعلماء شايفين ان المرحله دي مهمه جدا للانسان، وبتخلي جسمه يتعافى وبتقوي جهاز المناعه وكمان بتقوي الذاكره. وعموما هي بتبدا من بعد نص ساعه من النوم. خامس مرحله واللي هي صلب حلقتنا، مرحله نوم حركه العين السريعه. ودي بيكون المخ فيها نشيط كانك صاحي بالظبط، وسبب تسميتها كده ان العين بتتحرك بسرعه وقت النوم. ولحد دلوقتي العلماء محتارين ليه العين بتعمل كده، بس عموما المرحله دي هي المرحله اللي احنا بنحلم فيها. بعد ما قلت لك مراحل النوم، خليني اقول لك احنا بنحلم ليه. والله العلماء مش قادرين يحددوا سبب معين للحلم، بس في شويه اسباب كده هقولها لك جايز الصوره توضح اكتر. اول حاجه، طبيعي كلنا بنحلم واحنا صاحيين. بنحلم مثلا نترقى في الشغل، بنحلم يكون معانا فلوس كتير. عموما في الواقع احلامنا منطقيه شويه، لكنك لما بتدخل مرحله حركه نوم العين السريعه بيكون عقلك نشيط زي ما هو، وبتكون احلامك غريبه. وده راجع ان المناطق اللي مسؤوله عن العاطفه في المخ بتكون نشيطة أكتر من المناطق اللي مسؤولة عن المنطق في المخ. تاني حاجة، الحلم يا صديقي هو طريقة لمواجهة حياتك الدرامية البائسة. تخيل كده حبيبتك سابتك واتجوزت غيرك، أول ما هتنام أول حاجة هتحلم بيها إن هي رجعت لك والحياة بقى زبادي خلاط. ممكن يكون نفسك تجيب عربية آخر موديل وكل اللي معاك في جيبك 30 جنيه. يا ابني انت كحيان، انت كحيان يا محمد. بس في الحلم عادي ممكن تجيب اللي انت عايزه. ثالث حاجة، الحلم هو نوع من انواع الدفاع عن النفس. كلنا او اغلبنا نمنا وحلمنا ان احنا سبايدر مان او باتمان او اي بطل خارق. السبب في كده ان في منطقة في المخ اسمها اللوزة او اللوزة زي ما انت عايز تسميها سميها. المهم ان المنطقة دي وقت النوم بتكون نشطة جدا، وبتخليك طول الحلم عندك استعداد اللي انت تدافع عن نفسك. لكن لحسن الحظ جذع الدماغ بيبعت اشارات عصبية للعضلات ان هي ترتاح، والا حرفيا انت كنت هتقلب اكشن وانت نايم. رابع حاجه، العلماء بيقولوا ان الاحلام مصدر للالهام وبتسهل علينا ميولنا الابداعيه. فنانين كتير يقول لك انا جالي الالهام وانا نايم، وتفضل اهو احلى عمل فني في الدنيا. وخلي بالك ان افكارك وقت النوم معلهاش اي قيود، براحتك يا معلم احلم واعمل اللي انت عايزه. خامس حاجة واخر حاجة، العلماء شايفين ان الاحلام بتساعد على تقوية الذاكرة، وبتتخلص من الذكريات اللي ملهاش لازمة وقت النوم. يعني لو طلب منك شوية معلومات تحفظها وبعدها تنام كويس، هتفتكرها بشكل افضل لو انت ما نمتش كويس. عزيزي المشاهد، كده خليني اسالك عن حلمك النهارده. وش هتقول لي انا مش فاكر. واحد من اسباب صعوبه تذكر الحلم نفسه ان ماده الدماغ الكيميائيه اللي مرتبطه بالذاكره بتكون عند ادنى مستوياتها وقت النوم. وعموما لو انت عايز تفتكر حلمك فانت قدامك حل من اتنين، يا وانت صاحي من النوم تصفي ذهنك كده وتقول انا هفتكر، يا تجيب نوتة صغيره وتكتب فيها تفاصيل حلمك وبرضه هتصفي ذهنك. وعموما في طرق تانية كتير لو نزلت بصيت في المصادر هتلاقيها. لو بتجيلك كوابيس كتير وبتخاف حتى من النوم، فانا هقولك ايه اسباب الكوابيس دي وازاي تتلاشاها. اول حاجه لازم تعرفها ان الاحلام بتتغير بناء على ظروفنا الصحيه والنفسيه. البرد ونزلات الانفلونزا بتجيب كوابيس كتير. النوم القليل وانك تحرم مخك ان هو ينام ليله ولا ليلتين يخليك تحلم باجدعها كوابيس. الاكتئاب والقلق بيودوا لاحلام مخيفه ومرعبه وسلبيه. تاني حاجه الاكل، الاكلات اللي مليانه كربوهيدرات
الكربوهيدرات صحيح بتدي لك باور كبير طول اليوم، لكنها ممكن تأثر على نفسيتك بالسلب وتجيب لك احباط، وبالتالي هتأثر بالسالب على نومك. يعني بلاش كشري قبل النوم، ادوية وتعاطي المخدرات. بعض الادوية والمخدرات بتسبب حالات الكوابيس وقت النوم، حاول تلتزم بالادوية شوية اللي الدكتور كاتبها لك، وبلاش يعني تحف في المضاد الحيوي كأنه حلويات. والمخدرات طبعا انا مش محتاج اقول لك على اضرارها اللي انا وانت عارفينها. في النهاية انا بتمنى لك نوم هانئ وسعيد، وافتكر ان الاحلام مهما كانت خيالية او واقعية ممكن تتحقق بشوية تعب وجهد، وربنا كريم. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة واعمل لايك وسبسكرايب عشان تجيلك الفيديوهات الجديدة. اشوفك في الحلقات الجاية. باي يا برنس.